كل فرح وكل سرور، وبيشاركني كل شعب اسكندرية، لأن الغيبة طالت لسيدنا بره اسكندرية، فاحنا نقول له ما تأخرش علينا تاني، لأن كنا في أشد الاحتياج والاشتياق. قدس أبونا، عايزة أعرف خطط قدسك المستقبلية كوكيل البطريركية. هي طبعا الخطة أن الوكيل سيدنا البابا له مهام كتيرة في اسكندرية. أولا الخدمة الروحية في اسكندرية، الخدمة الرعوية في اسكندرية، خدمة الديوان البطريركي اللي هو الأوراق وما شابه ذلك يعني، والتعامل مع الدولة والتعامل مع الهيئات، يعني حاجات كتيرة. فنصلي ويصلوا من أجل الكل عشان ربنا يعمل بيا يعني، ويكون عند حسن ظن سيدنا يعني. أهلا بيك وقناة أغابي اللي مفرح كل الناس. قدس أبونا رويس، اختيار قداسة البابا لقدسك كوكيل البطريركية بالإسكندرية ماذا يعني؟ هو أولا أنا بشكر ربنا إن رسمت في عهد سيدنا البابا، دي بركة ما سهلاش. تاني نقطة إنه يختار أبونا رويس، يعني ده حب وثقة ما استحقهمش من سيدنا البابا. وطبعا هو حملني كده المسؤولية الكبيرة، ان انا كنت بخدم على قدي في حتة صغيرة كده على قدي، وهو شافني كده فاداني بقى كل اسكندرية مسؤولية كبيرة، وان شاء الله اكون عند حسن ظنه يعني، وربنا بصلواتكم يقويني في الخدمة يعني. طب قدسك النهارده تقول ايه لآباء مجمع كهنة اسكندرية والشعب اسكندرية؟ اقول لهم احنا كلنا فرحانين، وانا اشاركهم الفرحة بقدوم سيدنا بعد غيبة طويلة، نرجو ألا تتكرر يعني. عايزين سيدنا معانا في وسطينا دايما بحبه وبحنانه وبعظاته وبتعليمه، يبقى موجود معانا دايما باستمرار يعني، عشان كنا بنبقى فرحانين وهو في أمان في وجوده معانا في اسكندرية. نشكر قدسك يا أبونا. أنا خدت بركة كبيرة. شكرا. Oh,